المرياع ده خروف لسه مولود بيتاخد من امه يوم الولاده، يتحط كده مع انثى الحمار ويكبر معاها لحد ما بيستقر في ذهنه من كتر ما انه ما شافش خرفان ان دي تبقى فعلا امه وان هو من نفس فصيلته. بيسيبوا الصوف بتاعه يكبر ومش بيقصوه زي بقيه الخرفان، ومع القرون والصوف الكتير بتلاقيه كده ليه هيبه وهو داخل. المرياع ده لما بيكبر حضرتك بياخدوه يحطوه وسط الغنم الصغيره المقصوصه اصلا، فبيعتبروه كبرهم. وبمجرد ما يتحرك الراعي بالحماره بتاعته الى اي مكان تلاقي المرياع ماشي ورا الحماره، لانه بيعتقد انه كده ماشي ورا امه، وبالتالي القطيع كله يروح ماشي ورا المرياع على اعتبار انه هو كده ماشي ورا الزعيم. قريه كبيره كده كلها كذب في كذب، ولكنها في النهايه بتسوق القطيع بنجاح. ممكن بقى يكون واخدهم للمرعى، وممكن يكون واخدهم بعيد عنهم للمذبح، وكلهم بما فيهم المرياع ده ماشيين ومش واخدين بالهم ولا هياخدوا بالهم ان اللي سايقهم حمار، مجرد حمار.